السلام عليكم. ايه اول حاجه بتيجي في بالكم لما تسمعوا كلمه حب افلاطوني؟ غالبا انه الحب اللي ما بيجيبش عيال. الحب من غير أمل أسمى معاني الحاجات يا يسرية. مش ده، افلاطون ما كانش قصده كده. ايروس في الاساطير الاغريقيه اللي هو اله الحب، العيل الصغير ابو جناحات ده اللي بيمشي يحدف سهام على الناس، اللي هو كيوبيد في الاساطير الرومانيه، هو الحب اللي بيجمع بين الانجذاب والشهوه. بس افلاطون كان متفق مع رؤيه الاستاذ علي الحجار ان الحب مش سهم طايش والحب زاد اللي عايش. الحب عند افلاطون هو محاولاتنا ككائنات فانيه لان احنا نمتلك ونحتفظ بالجمال المطلق والخير المطلق اللي مش بيتاثروا لا بالوقت ولا بالمكان. وبالمعنى ده الجنس نفسه على مستوى عميق جدا واحده من المحاولات دي، لان الحبيب لما بيشوف في حبيبه شيء خير او جميل بتتحرك جواه الرغبه دي في امتلاك الجمال ده والاحتفاظ بيه، والرغبه دي بتتجسد في الرغبه في ممارسه الجنس معاه، التناسل، خلق حياه جديده تكون امتداد للخير والجمال ده. غير ان الحب الايروتيكي ده نفسه بيخلي البني ادم شخص احسن، لانه بيخليه قادر يشوف الخير والجمال في كل حاجه، الطبيعه والشجر والحيوانات والبني ادمين التانيين، ويا اصحابي يا اهلي يا جيراني انا عايزه اخدكم في احضاني. وشويه بشويه تبدا روح البني ادم تسمو فوق صور الجمال المادي الملموس والمتشاف وتقرب اكتر من الجمال المطلق. والله كلام جميل يا افلاطون، انا عن نفسي اشتريت. قولوا لي في الكومنتس انتوا رايكم ايه، ولو عجبتكم السحله دي اعملوا لايك شير واسحلوا اصحابكم، وللمزيد من السحلات في زرار ما دوسوا عليه.